بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. انا معايا نص كيلو كنافه، خرجته من الفريزر وقطعته على طول لان بيبقى سهل وهو لسه خارج من الفريزر. هعمل ايه بقى؟ انا هعمل كنافه بالمانجا. اول حاجه هعملها هو الديسك اللي في الصينيه، يعني هنشوف هنعمله ازاي مع بعض وبعدين نشوف ايه الحشو. هحط سكر بودر حوالي معلقتين او نص كوبايه، وهمسكه افرفرها فيها كده كلها بايديا كده لحد ما السكر يتغلغل فيها كلها. وبعدين برضه بعد ما اغلغل السكر فيها هجيب نص كوبايه سمنه سايحه او برضه كم معلقه كده، لان ده نص كيلو بس. يعني انا دايما بحط السكر او السمنه على حسب، يا ريت بقى لو سمنه بلدي عشان تديها طعم جميل. هقلب السكر كويس وبعدين هنحط السمنه ونقلبها كويس، هنشوف مع بعض. قلبت السكر، حطيت سمنه واكمل كده حوالي نص كوبايه سمنه، وهقلبها كويس جدا لحد ما كل الكنافه معايا تتشرب منها. ونشوف هنعمل ايه. قلبت الكنافه كويس وقسمتها كده لنصين، ده نص وده نص. معايا صينيه مناسبه يعني زي كده، صينيه فرن هحط فيها النص ده وهحاول اعمل له حفه. طبعا ده مش هينفع وانا ماسكه الموبايل، هخلص ونشوفه مع بعض. الحشو بقى معايا مانجا هنا متقطعه زي ما احنا شايفين، قطع او مكعبات زي ما انت عايزه. ومعايا هنا انا هعمل الكاستر او الكريمه بعصير المانجا. دول كوبايتين عصير مانجا هما، كلها تقيله حلوه وفيها سكرها، حاطه 4 معالق او 5 معالق سكر حسب التحليه. ومعايا هنا معلقتين كاستر المتاح عندك، او نشا او دقيق او خليط من ده وده حسب ما عندك. دولت معلقتين كبار هرميين بالمنظر ده كده، بالمنظر ده. هحطهم في الخلاط واضربهم ضربه وبعدين احطهم على النار ونشوف سوا. عشان اعمل الكاستر او الكريمه على النار اهوت بالعصير، هقلب لما يديني القوام بتاعي. هو طبعا تقيل لان انا عامله عصير تقيل، ومعايا سيرم تقيل بارد. السيرم عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ميه. السيرم التقيل الميه نص السكر، وفانيليا ونص عصير ليمونه. بحط الفانيليا في الاخر بعد ما اطفي عليه، ونص عصير ليمونه. هنا بقى هستمر بالتقليب لما يديني القوام بتاعي. طبعا انا حطيت الكنافه في الفرن. الله على الطعم والريحه، شايفين القوام؟ شايفين الجمال كده؟ تمام خلاص. طالما بصي يديك الفقاقيع دي كده يبقى خلاص تمام. نطفي عليه بقى. ديسك خرج اهوت اللي تحت، وهنا الكريمه هحطها من البنج على ما اللي في الفرن يطلع، لان ما عنديش صينيتين قد بعض. هحط دلوقتي الكريمه بمعلقه باي حاجه، هوزعه اي توزيعه انت عايزاها. هو تقيل، عايزه تعمليه وردات، عايزه توزعيه. وبعدين هحط فوقه بس المانجا. هنخلص ونشوف مع بعض. فريت كريمه المانجا على الديسك بتاعه كله. هعمل ايه بقى؟ هوزع قطع المانجا زي ما انت عايزه بقى، جنب بعضها، قطع متفرقه حسب الكميه بتاعتك وحسب الطعم اللي انت بتحبيه. بالمنظر ده كده نخلصها ونشوف مع بعض. الكنافه بتاعت الصينيه جاهزه، يا دوب هجيب الديسك بقى هيبقى سخن. طبعا مش هعرف اقلبه قدامكم، هقلبه عليها. طبعا احنا السقاله دي الجزء اللي تحت شربات مجرد ما خرج من الفرن، ده مجرد ما احطه برضه هسقيه شربات الوقت. هنشوف خلاص. شايفين قلبتها عليها، هسقيها مجرد السيرم بتاعي على طول بمعلقه زي ما انت بقى متحكمه، زي ما احنا شايفين كده. هخلصها ونشوف قطعه مع بعض كده وجمالها ونشوف. ما شاء الله على الكرمله والطعم والجمال، ما استنوش ان انا حتى اصور. شايفين الطبقات وجمالها والكرمله، حاجه كده في منتهى الجمال. ما شاء الله لا قوه الا بالله. جربوها هتلاقوها طريقه جميله جدا جدا، مقرمشه كده من بره وطبقات طريه من جوه، مقرمشه من فوق ومن تحت ومن جوه طريه. طعمها رائع اكتر من رائع.
الله الله بقى على القرمشة والجمال والطعامة بقى والكرملة، حاجة كده في منتهى الجمال. شوفوها وقولوا لي ايه رأيكم.